بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نجوم الهداية. حلقتنا اليوم بحول الله تعالى سنخصصها للحديث عن نساء تركن بصمتهن في تاريخنا الإسلامي المجيد بما كن عليه من جهود إصلاحية ومن أدوار تربوية في المجتمع. حين نتحدث عن الاقتداء والاهتداء ونتحدث عن قصص الصالحين ومواقف القدوات والعارفين، لا بد وأن نذكر من بين هؤلاء القدوات أمثلة ونماذج لنساء تركن بصمتهن في مجتمعنا الإسلامي وفي تاريخنا المجيد. نساء كان لهن دور كبير في إحياء العلوم والنهضة بالمجتمع، بناء على أن المرأة التي تمثل نصف المجتمع والتي تمثل المصنع الأول والمدرسة الأولى التي يتخرج منها الرجال ويتكون فيها العظماء تكوينا متكاملا تربويا ودينيا وعلميا. هذه المرأة التي تعتبر المدرسة الأولى والجامعة الأولى التي يتخرج منها النساء ويتخرج منها الرجال، فلا بد أن نلتفت إلى هذا الجانب ولا نغفل دور المرأة في التربية والتعليم والتكوين للرجال وللنساء. ولا شك أن دور المرأة دور مهم وهام جدا، خصوصا في بيتها. عملها في بيتها يعتبر من أهم الأعمال، خصوصا إن كان هذا العمل وهذا المجهود الذي تقوم به المرأة مع أبنائها وأولادها ومجتمعها وزوجها إذا كان مبنيا على أسس راسخة وعلى مبادئ إسلامية تربوية عظيمة، فإن هذا الأمر يعطي ثماره. وقد مرت في تاريخنا نماذج عديدة لنساء صنعن في بيوتهن جوا من الطهر والجمال والالتزام والاستقامة مما أخرج لنا رجالا عظماء. من بينهم يحكي الإمام المجدد بديع الزمان النورسي رضي الله عنه ورحمه، يحكي عن والدته التقية النقية السيدة نورية، يقول: ما أرضعتني قط إلا على وضوء، ما أرضعتني قط إلا على وضوء، ولا حملتني على ذراعها إلا بذكر وقرآن، ولا أرقدتني إلا بدعاء، وإذا فارقتني بليل فإلى تبتل وقيام. انظر إلى هذا الجو، انظر إلى هذا الالتزام، انظر إلى هذا المناخ الروحي التربوي الإسلامي الذي كان يغشى هذا البيت النوراني الذي أخرج لنا فعلا بديع الزمان النورسي رحمه الله، الذي كان له دور كبير في نهضة الإسلام والمسلمين في بلاد تركيا، والذي زرع بذور الخير وبذور الإسلام وبذور الأخلاق في تلك البلاد، فأينعت وأعطت ثمارها من خلال هذه الشخصية الإسلامية الفذة التي تلقت بدورها مبادئ الإسلام وتلقت بدورها أسس التربية الصحيحة منذ الصغر على يد هذه الأم الصالحة وعلى يد والده الصالح اللذان أخرج لنا هذا النموذج التجديدي العظيم. فهذا الأمر يظهر ويبين مدى أهمية ومدى مركزية ومحورية دور المرأة القدوة في حياتنا. كما سجل تاريخنا الإسلامي المجيد الحافل نماذج وأمثلة لنساء قدوات صنعن بدورهن تاريخا مشرفا عظيما،
وصرنا ممن يقتدى بهن في سعيهن وعلمهن وجدهن واجتهادهن. منهن امرأة جليلة عفيفة كريمة، امرأة سخرت ثروتها وأوقفت حياتها ومالها ووقتها لبناء مسجد يذكر فيه اسم الله ويصلى فيه على مولانا رسول الله، وتدرس فيه علوم الشريعة، وتعقد فيه مجالس الذكر والتذكير وحلقات العلم والتنوير. امرأة أوقفت حياتها على هذا الغرض السامي العالي، فحقق الله رجاءها وتمم مرادها وأنالها سؤلها، فتم البناء وتم بناء هذا المسجد الكبير العظيم الذي هو جامع القرويين بفاس. جامع القرويين الذي نعتز به ونفتخر به كأول معلمة علمية وأول جامعة في العالم، أول جامعة كانت منارة علم وهدى وتقى، كان من تأسيس وبتشييد امرأة تسمى فاطمة الفهرية. قامت هذه المرأة بكل تفاصيل هذا البناء، كانت واقفة في البناء، اختارت الأرض، ناقشت واتفقت مع المقاول، أتت بمواد البناء، وقفت على كل التفاصيل، وكانت واقفة بنفسها تسير الأمور بدقة وبحرص، واتخذت كل الأسباب الظاهرة وزادت على هذه الأسباب الظاهرة سببا باطنيا سلوكيا تربويا عظيما، جانب تربوي سلوكي باطني وسبب داخلي، وذلك أنها أقسمت أن لا تفطر يوما واحدا إلى أن يتم البناء، وهي تعلم يقينا أن البناء قد يأخذ سنوات، مع ذلك أقسمت وألزمت نفسها بهذا الوعد وهذا الأمر وهذا العهد بأن لا تفطر يوما واحدا حتى يتم البناء. وفعلا كانت هذه الروح وكانت هذه النية العظيمة سبب من أسباب النهوض بهذا المشروع الرباني الأبرك. تم البناء وقامت عليه كما قلنا بنفسها، وكانت تقف على كل التفاصيل، مجاري المياه، البناء، مواد البناء، المخارج، المنافذ، كل هذه التفاصيل كانت تقف عليها بنفسها، وهي صائمة تصوم النهار وتقوم الليل وتقف على الأمور إلى أن حقق الله لها الرجاء، وصار هذا البناء معلمة أثرية علمية ربانية مباركة دام فضله سنين وقرون من الزمن. فهذا المثال لهذه المرأة العظيمة يعتبر كذلك من القصص والنماذج والمواقف التي يجب أن نسلط عليها الأضواء، وأن نجعل هذه الشخصية الإسلامية نموذجا وقدوة لنا ولأبنائنا ولبناتنا، ونفتخر ونقول هؤلاء قدوتي.